كشف المستور في حكاية طلاق الفنان تامر حسني من المطربة المغربية بسمة بوسيل. ويا ترى مين هي خرابة البيوت وإزاي تسببت في طلاق تامر وبسمة؟ خبر طلاق الفنان تامر حسني كان خبر مفاجئ وصادم لناس كتير، لكن تامر قدر يقنع المهتمين إن كل شيء اسمه نصيب، ونزل أكتر من بوست وتغريدة بيأكد فيهم إن علاقته ببسمة بوسيل هتفضل علاقة احترام وتقدير. رقة تامر وذوقه في التعامل مع الموضوع أجبرت بسمة هي كمان إنها تكتب على صفحتها إن تامر أبو ولادي والطلاق مش هيخلينا نفقد احترامنا لبعض. تمام كده؟ ده كلام جميل جدا وكلام معقول ما أقدرش أقول حاجة عنه، والموضوع مر على الناس مرور الكرام ومحدش علق بأي حاجة سلبية تفسد العلاقة المحترمة بين الطليقين الشهيرين، وسكت الناس على الكلام المباح وكف ديك النهار عن الصياح والنواح. امبارح بقى فوجئنا كلنا بالنار تخرج من تحت الرماد وتعلن عن عاصفة ترابية كان أخونا تامر مخبيها بكل قوة علشان ما تظهرش من على السطح، إلا إن بسمة بوسيل نفخت في النار وشعللتها زيادة عن اللزوم. بسمة كتبت على صفحتها عبارة خلت الناس كلها تضرب أسداس في أخماس وعايزين يفهموا إيه الموضوع. بسمة نشرت صورة زفاف هالة وبجوارها تامر وكتبت: حسبي الله ونعم الوكيل في خرابة البيوت. التعليقات انهالت على بسمة: خير يا بسومة، في ايه؟ قولي يا قلبي وفضفاضي، ربنا يستر، يا رب تكون بخير. طبعا كل دول عايزين يعرفوا بسمة بتقول كده ليه وحكاية الصورة دي ايه، والبوتاجاز يشتغل والفضول واكل جتت اهاليهم. وبسمة نفسها ما قدرتش تكتفي فقررت فك اللغز للمشتاقين ونزلت ستوري جديدة على صفحتها بالانستجرام قالت فيها: كانت سبب في خراب البيت، احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة أولادك. الله، ايه الكلام ده يا جدعان؟ اشرحي أكتر الله يباركلك، عاوزين نعرف ونقعد على الأساس. هوبا، وبسمة نشرت صورة لتامر حسني ومعاه هالة عمر اللي هي مسؤولة على السوشيال ميديا بترتدي فستان زفاف أبيض وطرحة تل، وكتبت عليها: حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة خرابة البيوت. أوبا، كرسي في الكلوب. لا كده الموضوع كبير ولازم نعرف التفاصيل حتة حتة. وانهالت التعليقات على بسمة تطالبها بالتفاصيل، بس مش بيطلبوا مباشرة كده، لا يعني بالمفهوم كده وكأنهم مش متشوقين ولا حاجة، يعني تعليقات من نوعية: طمنين عليكي يا قمر، مالك بس يا حبيبتي، قلقتين عليكي وكده يعني. وهوبا، بسمة جابت من الآخر وقالت إن هالة هي دي السبب في طلاقي من تامر، والمفروض إن تامر يحترم مشاعري وما يظهرش معاها بالشكل ده، لكن بما إن مفيش احترام ولا تقدير للمشاعر فأنت خلاص يا تامر من النهاردة أنت غير موجود في حياتي. بعد الطلاق أنا احترمت مشاعرك وسكت لأني كنت فاكرة إنك احترمت مشاعري لما كتبت إن احنا هنفضل أصدقاء وإني أم أولادك، لكن احترام العشرة يا أستاذ تامر ما يبقاش بالشكل ده. احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة أولادك وإنت ظهرت علني مع الحد ده فكده خلاص انفولو. وفعلا بسمة عملت له انفولو وبلوك وكل اللي قدرت عليه. طبعا الكل جرى على صفحة تامر علشان يشوفوا بسومة بتعمل كده ليه. اكتشفوا ان تمورة نشر فيديو على حسابه الشخصي على الانستجرام من حفل زفاف هالة عمر اللي هي مديرة أعماله، واللي بسمة بتقول عليها إنها خربت بيوت وإنها سبب في كل البلاوي دي. تامر كان معلق على الفيديو كاتب لكل اللي بيسأل عن وجه القرابة بينه وبين العروسة الجميلة دي: شايف عندكم أسئلة كتير وأنا هجاوبكم واحكي لكم. العروسة القمر دي اسمها هالة عمر، عرفتها من سنين طويلة، كانت بنت من الفانز بتوعي، صغيرة لكنها كانت من المقاتلين والمدافعين عن تامر، كانت بتدافع عني في كل حتة على الإنترنت، على الفيسبوك وعلى تويتر وكله، ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري، وفي مرة ردت عليها وشكرتها. ولما سافرت اسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيرة قوي بتعيط وبتجري عليا، فوقفت لها وفكرتني بنفسي وقالت لي: أنا هالة عمر اللي بعلق لك. وفضلت تعيط وتقول لي: احنا معاك ولازم تكمل. وطبعا في الوقت ده كانت بداياتي وكنت بتحارب جدا، وطبعا لما اكتشفت انها صغيرة بالشكل ده اتصدمت ان اللي بتقول كده بنت صغيرة، والمجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيرة عندها 14 سنة. تامر بيكمل كلامه وبيقول: وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع وكنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسك لي السوشيال ميديا، لحد ما قلت لهم أنا مش عايز شركة كبيرة، أنا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي هتمسكها. طبعا فضلوا يقنعوني إن كده مش صح ولازم أكتر حد خبرة يمسك الشركة، لكن أنا قلت لأ، لازم أكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها، وأنا اللي واثق إن طاقة الحب مفعولها أقوى من طاقة المحترف بلا حب. وديكم شايفين البنت بتحبني إزاي وبتدافع عني إزاي.
فعرضت عليها إنها تشتغل معايا وهي في السن ده. طبعا هي ما صدقتش، ومن ساعتها وهي اللي ماسكة كل شغل الميديا، وهي دي الطفلة الشاطرة اللي كبرت دلوقتي قدامكم وبقت عروسة، واللي هي هالة عمر. أما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو، واللي طلب إيديها مني أنا علشان والدها ووالدتها توفاهم الله، وأنا بعتبر إنها مسؤولة مني لأنها كبرت على إيدي، ومن اللحظة دي اتحولت هالة لبنتي الكبيرة بجد اللي بتتجوز دلوقتي قدامي، وبسلمها لعريسها بنفسي وبغني لها في فرحها. تامر ختم كلامه وقال: ربنا يكرمك يا هالة ويسعدك مع زوجك الجميل المحترم اللي هيكون ظهرك وسندك ويكمل معاكي مشوار حياتك مع أولادك الجمال بإذن الله. انتهى كلام تامر اللي الناس فهمت منه حكايته مع هالة وارتاحوا ودماغهم بطلت تسرح وتروح لبعيد. لكن تامر برضه ما وجهش أي كلام لبسمة بوسيل وما وضحش حكاية خراب البيوت دي وسابها عايمة. بس طلقته بسمة بوسيل لسه بتكتب وبتنشر وبتلوم تامر على حضور فرح الست اللي خربت بيته وبيت أولاده وتسببت في طلاقه. عموما واضح إن القصة لسه فيها كلام كتير ما اتقالش، بس ما تقلقوش، أول ما هيتقال هنشره لكم على طول. عارفاكم أنا بتحبوا تعرفوا الحكاية لغاية تتر النهاية. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.